البروتين اللي في فول الصويا جودته عالية وقريب جدا من البروتين الحيواني، وإنه بيحتوي كمان على الألياف وكتير من الفيتامينات والمعادن، بس خايف تستخدمه لأنه بيتقال عليه إنه بيقلل هرمونات الذكورة. الكلام ده مش صحيح، لأن فول الصويا فعلا فيه فايتو استروجين وهي شبه هرمون الاستروجين، لكن تأثيرها أقل بكتير من الهرمون نفسه. واخر الدراسات اللي اتعملت سنة 2021 اثبتت ان فول الصويا ملوش تأثير على هرمون التستوستيرون الهرمون الذكوري، وان الشائعة دي جت من شكوى شاب عنده 19 سنة كان بيشتكي من مشاكل في هرمونات الذكورة، وعرفوا انه كان بيستهلك 9 أضعاف كمية الصويا المسموحة. لكن لو استخدمناها بالكميات الصحيحة اللي هي نص كوب من فول الصويا المطبوخ او المنقوع، أو كوب من حليب الصويا، أو 15 جرام من التوفو في اليوم، فمفيش منها ضرر. وهنستفيد كمان من باقي فوائدها في تقليل الكوليسترول والحفاظ على صحة القلب والحماية من بعض أنواع السرطانات. وبالنسبة للسيدات في مرحلة ما بعد انقطاع الطمس البوست مينيبوز هتقلل من الهبات الحرارية والعرق وهتحميهم من هشاشة العظام. لو عندك أي مشاكل في الغدة الدرقية أو بتاخد أدوية سيولة، أو لا قدر الله عندك أي أورام، ابعدوا عن فول الصويا. هذا الفيديو برعاية إليت للترجمة، وكالة ترجمة معتمدة بالمملكة.